أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من المغارب يصحبكم فيها أنا علاء الدين زعطور من وسط فضاء المعرض الدولي للكتاب في تونس العاصمة. في الجزء الأول نأخذكم في جولة وسط ثنايا هذا المعرض ونتحدث أو نسلط الضوء على الجدل القائم بشأن ظروف تنظيم هذه الدورة وأنشطتها الثقافية. أما الجزء الثاني فنخصصه للحديث عن الكتاب والكتاب في ليبيا زمن الحرب، فليبيا ممثلة في هذا المعرض بجناح واحد يتيم. أهلا وسهلا بكم. بشكل لافت انتقل موضوع الإرهاب من ساحة النقاش السياسي إلى موضوع للكتابة والتأليف. لا يخلو رف مكتبة أو جناح دار نشر في معرض تونس الدولي لكتاب من مؤلف يتطرق إلى موضوع الإرهاب والتطرف ومسائل الجماعات المسلحة والمسائل المرتبطة بمرجعياتها الفكرية. كثير من الكتاب والمهتمين بظاهرة الإرهاب والتطرف قدموا اجتهادات لمحاولة فهم ملابسات ظهور الفكر المتطرف في تونس كما في مناطق عديدة من العالم العربي والإسلامي، لكن كثيرا من الكتابات عن الإرهاب بحسب بعض المتابعين لا تعد مجرد مجاراة لظاهرة وأقرب إلى البعد التجاري وإشباع رغبة القراء أكثر منها محاولة جدية لتفكيك الظاهرة بشكل عميق. كبار السوسيولوجيين أو كبار السياسيين إلى حد الآن لم يكتبوا في الإرهاب. هناك بعض المتطفلين من الإعلاميين أو من الذين يبحثون عن الربح السريع من أشباه المفكرين ومن أشباه النخب هم الذين كتبوا، وكل كتاباتهم لن تظل عالقة في الذهن لأن لا أحد سيتذكرها. لا ينفصل موضوع الإرهاب عن أدوات مقاومة الظاهرة في الوقت الراهن، فالمؤسسة العسكرية في تونس وجدت هي الأخرى في معرض الكتاب فرصة للتأكيد على أهمية الكتاب كجزء من أدوات محاربة التطرف والإرهاب. الكتاب يلعب دور هام جدا في دحر الفكر الإرهابي. العسكري يلزم يكون معناها على قدر من الثقافة باش ما يلقاش روحه في طريق خاطئ. ليس موضوع الإرهاب وحده ما يلفت الانتباه في معرض الكتاب في تونس، اللافت أيضا الغياب الكبير لعدد من دور النشر، إذ بدت ثلث مساحة المعرض خالية من العارضين، برغم أن إدارة المعرض قدمت أرقاما تشير إلى مشاركة 23 دولة بمجموع 113 عارضا، 120 ألف عنوان. يشمل الكتاب التونسي نسبة 48% من مجموعها، إضافة إلى انتقادات وجهتها فعاليات ثقافية تونسية لإدارة المعرض. وكما في معارض الجزائر والمغرب بدا الحضور المغاربي في معرض تونس للكتاب باهت ورمزي، جسده غياب موريتانيا وحضور الجزائر والمغرب وليبيا بجناح رمزي واحد ليس إلا. على عكس الدورات الماضية انتقادات عديدة وجهت لهذه الدورة وظروف تنظيمها، وخاصة انتقادات عديدة وجهت للهيئة المديرة. في لقائنا التالي مع مدير هذه الدورة من معرض الكتاب التونسي نسأله عن ظروف تنظيم هذه الدورة وعن كيفية تفاعل الهيئة المديرة مع الانتقادات التي وجهت لها، وأيضا عما يميز هذه الدورة 32 من معرض تونس للكتاب. دكتور خضر، بما تميزت هذه الدورة لمعرض الكتاب؟ يعني كل سنة هناك معارض، هناك هيئات مديرة، ما المميز بالنسبة لكم الذي عملتم عليه لتحقيقه في هذه الدورة؟ أولا ما يميزه هو السياق الذي حف بها والذي جعلها متميزة، لأن إعداد معرض كتاب دولي في سياق إرهاب، في سياق خوف وبث ثقافة الخوف هو في حد ذاته انتصار ورسالة قوية أن معرض تونس هو في حد ذاته شكل من أشكال المقاومة لثقافة الخوف واستتباب ثقافة السلم. الشيء الثاني أنه حاولنا بقدر المستطاع وبالإمكانيات الموجودة أن نصنع حدث ثقافي يتميز يعني بتنوع المنشورات،
بتنوع الثقافي، بتنوع اللغوي. معلوم أن التونسي ليس إنسانا منغلقا، هو إنسان منفتح على الثقافات الأخرى. جميل. وهذا هو اللي ركزوا عليه قبل كل شيء. تحدثت على سياق الإرهاب والخوف، مع ذلك هناك حديث عن عودة رقابة في هذا السياق بالذات. لا توجد هل يمكن أن نتحدث عن رقابة في تونس بعد 5 سنوات من الثورة؟ لا توجد رقابة في معرض. هناك تثبت في تطابق المواصفات المطلوبة مع القوائم المعروضة. نحن نشتغل بطريقة موضوعية جدا، والمعرض شخصيا لا أسمح بمن يشارك فيه كل من هب ودب. هناك يعني أطلب مواصفات معينة في المشاركة، وعندما نتثبت أنها مطابقة نقبل دور النشر ونقبل القوائم الكتب المعروضة. ما هي المحظورات بالنسبة لك؟ لا توجد محظورات، هناك شروط تتوافق مع مبادئ الدستور، المجتمع المدني، ثقافة السلم، الحقوق الإنسان، الثقافة المدنية. هذا هو المطلوب الذي يعني تنشده الثقافة التونسية. ولكن نحن نتحدث عن كتاب، الكتاب لا يمكن فرض رقابة عليه، يعني حرية. لا نراقب كتبا، نحن نتعامل مع دور نشر لها بضاعة. يعني كيف أن أرفض دار نشر يعني من أجل كتاب؟ هذا غير ممكن. هناك دار نشر يعني لها اتجاه معين في خط، نقول خط نشر واضح تقبل، وأخرى لا يمكن أن نتعامل معها بكل بساطة. هنا نتحدث عن كتب توصف في تونس بالتكفيرية وشيء من هذا القبيل. يعني هذه الأسماء والتوصيفات من يحددها؟ يعني مسألة لا نتعامل بهذه التوصيفات. هذه يعني توصيفات تقبل القارئ والذي يطلقها، ولكن نحن في اللجان نتعامل مع دور النشر ترغب في المشاركة في المعرض، ومن شروط المشاركة أن تقدم قوائم كتب. هذه الكتب ينظر فيها إن كانت محتواها جديد وجدي ويستجيب للمواصفات التي المطلوبة التي ينص عليها النظام الداخلي للمعرض، يعني نبذ الكراهية، نبذ البغضاء، نبذ العداوة، كتب لا تتضمن رسائل من هذا النوع، نسميها رسائل سامة مهما كان نوعها، يعني ديني وغير ديني، كل هذا يعني غير مطلوب. ونحافظ على نوعية معينة من الكتب هي التي يرغب فيها، أو نتصور أن الزائر التونسي يرغب فيها، وهذا يعني ما حاولنا هذه السنة أن نقوم به بالتثبت، ولكن ليس لنا صلاحيات رقابة. سهام النقد هذه الدورة عالية ومرتفعة شيئا ما، على عكس الدورات السابقة. رابطة التونسيين، يعني كتاب التونسيين الأحرار مثلا، أعلنت عن حتى مقاطعتها للأنشطة الثقافية في المعرض. هناك مقالات في الصحافة تنتقد الأنشطة الثقافية، طريقة اختيار بعض يعني الأنشطة. ما سبب ذلك؟ النقد فيتامين الفكر وفيتامين العمل، أنا أقبله ولا أرفضه. هناك سياسة جديدة في العمل هي التي تغيرت وتقتضي أشخاص من نوع آخر يلبون هذه الحاجيات، هذه السياسة. جميل. سؤال أخير، بما أننا نتحدث في برنامج ذو صبغة مغاربية، التواجد المغاربي ككل سنة ضعيف، سواء في معرض تونس أو في معرض الدار البيضاء أو في معرض الجزائر. أسأل هنا عادل الخضر المثقف والكاتب، ما السبب؟ لا أدري حقيقة، لا أدري. يعني الحضور التونسي في المغرب، ذهبت إلى معرض المغرب وجدت يعني جناح وحيد يجمع بعض. في الجزائر نفس الشيء، زرت الجزائر وزرت المغرب. نفس الجزائر، رغم أنه هذه مسألة تتعلق باتحاد الناشرين، بدور النشر التي إمكانيات المشاركة. في الحقيقة هذه أمور تتجاوزني، ولكن يعني ليس كمدير، ولكن كزائر لهذه المعارض حبذا لو رأيت أكثر من دار نشر تونسية وأكثر من دار نشر جزائرية وأكثر من دار نشر مغربية، لسبب بسيط، لأن ما ينتجه المغرب العربي مقارنة بالمغرب العربي له مكانة قوية وقوية جدا، ومحتوى جميل وجيد، ودائما هناك الجديد وقادر على المنافسة. ولكن الانتشار، هذا الانتشار في خارج الأقطار المذكورة محتشم، نقول دائما يظل محتشم رغم جودة ما تنتجه هذه البلدان الشقيقة. رابطة الكتاب التونسيين الأحرار قاطعت كل الأنشطة الثقافية على هامش هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب، فما هي أسباب هذه المقاطعة يا ترى؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي طرحناه على جلول عزونة، رئيس الرابطة والكاتب والمثقف التونسي، في هذه المقابلة.
سيد جلول عزونا رئيس رابطة الكتاب التونسيين الأحرار، أنتم قاطعتم الأنشطة الثقافية لهذه الدورة 32 من معرض الكتاب في تونس، لماذا؟ لأمر بسيط، وهو أننا كنا قبل الثورة هناك هيئة المعرض، وهي هيئة تابعة لوزارة الثقافة وتعينها وزارة الثقافة، ومسؤولة هذه الهيئة أمام وزير الثقافة. وإذا كانت هناك قرارات بيروقراطية لا يقع تشريك الكاتب والمثقف إلا حسب الولاءات السياسية المطلقة والواضحة. بعد الثورة تم بعد إحداث هذه الثورة الهيئة الاستشارية. وقع إحداث هيئة استشارية لمعرض الكتاب فيها تشريك للناشرين وللنقابات الكتاب ولجمعيات الكتاب وللمهتمين بالشأن الثقافي وبالنشر وبالتوزيع. وشاركنا كرابطة كتاب أحرار في هذه اللجنة الاستشارية الوطنية التي تساند وتعاون وزارة الثقافة على تهيئة المعرض وفلسفة المعرض ومن يقع دعوته والتنشيط والكتاب والشخصيات الثقافية. الآن تم إلغائها؟ تم إلغائها بدون إعلامنا وبدعوى أن هذه اللجنة لم تكن ذات جدوى. طيب من قام بالتقييم؟ من قام بالتقييم؟ لا ندري. من حيث المضمون، ما هي مؤاخذاتكم على هذه الدورة ومضمونها يعني؟ احنا المؤاخذة هي مبدئية، نحن ضد الرجوع إلى الوراء، ضد عودة الوجوه القديمة، وضد إذن إعادة تكريس الآراء الوحيدة والبيروقراطية التي تألمنا منها مدة 60 سنة. جميل. من طيب. نظام الحكم الفردي والوحي. طيب على الأقل هناك مؤشر إيجابي، نحن في معرض الكتاب وننتقد هيئة ولا شك. المعرض. نحن عشنا هذه الثورة والحمد لله. نعم. بفضل دماء الشهداء. نعم. لو أسأل يعني جلول عزونا الكاتب الآن، هناك عدة فضاءات فارغة في المعرض، بما تفسر ذلك؟ والله هو الكتاب اليوم وأنا نقرأ في استطلاع رأي أنه 75% من التونسيين مثل جل العرب لا يشترون أي كتاب ولا يقرؤون أي كتاب طوال السنة. 18% فقط اشتروا كتاب خلال السنة نعم. الماضية. ومع المشاكل اللي عايشينها في تونس بعد الثورة وتقلص المقدرة الشرائية، وهذا سيجعل التونسي الذي لا يجعل الكتاب من أولوياته المطلقة، يجعله ربما ثانوية الثانويات، حاجة كمالية، لا يستطيع أن يقبل. إذن وهذا ما يفسر نقص في الإقبال على المعرض ونقص إقبال الناشرين، وربما أيضا هناك رقابة. ككاتب هل يمكن أن نتحدث على رقابة تمارس على الكتاب مهما كان مضمونه؟ أنا منذ أن كنت طالب، منذ إذن الآن أكثر من 40 سنة، كنت دائما ضد الرقابة، وأنا مع حرية الإبداع المطلق وحرية القارئ المطلق في أن يقرأ ما يريد، بالخصوص في الميدان الثقافي، في سينما، في كتاب، في مسرحية. ضد الرقابة مطلقا، ومع الحرية أولا، مثل أحد عناوين كتابي الذي نشرته دار سحر، أنا مع حرية الإبداع، الحرية أولا، الحرية دائما. أهلا بكم من جديد. تسجل ليبيا حضورها في هذه الدورة من معرض تونس الدولي للكتاب عبر جناح وحيد لاتحاد الناشرين الليبيين، فكيف هي أحوال الكتاب والكتاب وعملية نشر الكتاب في ليبيا؟ هذا ما سنحاول الاطلاع عليه من خلال المقابلات التالية. أستاذ علي العوين، أنت رئيس اتحاد الناشرين في ليبيا، كيف هي أوضاع دور النشر الليبية الآن؟ والله الحقيقة شوف، بالنسبة لدور النشر الليبية طبعا كانت في بداية الثورة نشاطها كان ملحوظ جدا، خصوصا من اعتبارا من سنة 2012 كان نشاط كبير جدا، وكان فيه هامش من الحرية كبير، الناس اشتمت الحرية، والكتاب والأدباء شعروا بنوع من التفاؤل، وهامش الحرية كان مفتوح على مصراعيه. والحقيقة نشطت حركة النشر في اعتبارا من تلك السنة اللي هي سنة 2012، ولكن للأسف انتكست من تقريبا نصف 2014 إلى وقتنا الحاضر.
نتيجة للظروف الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للانقسامات والتجاذبات السياسية التي حصلت في ليبيا، وأنتم أعتقد أنكم تعرفون ما يمر بليبيا في هذه الأوقات. لم تتمكنوا من إقامة مثلا معرض كتاب حاليا في ليبيا، النسخة الوحيدة 2013. والله شوف، بالنسبة لمطالبات الناس وعموم الشعب الليبي والنخب الثقافية الليبية والمثقفين والأدباء والكتاب والمبدعين الليبيين لديهم الرغبة الجامحة في أن يكون هناك معرض للكتاب، ولكن احنا كاتحاد ناشرين ما حبيناش ان ندخل في هذه المعمعة للظروف الأمنية، لأن لابد من توفر الأمان للناس. عندما تدعو الناشرين من كل مكان لابد أن يتوفر لهم الأمان، وأنت تعرف الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. فاحنا رفضنا بصراحة أن يكون هناك معرض في الوقت الحاضر، ولكن متفائلين بإذن الله لو استقرت الدولة خلال هذا العام أن يكون على الأقل حتى في نهاية السنة الحالية سنة 2016 أن يكون هناك معرض للكتاب، وسيكون ده طابع مميز. الجامعات محتاجة لكتب، المعاهد العليا محتاجة لكتب، المواطن يتلهف على قراءة الكتاب. ليبيا مقفلة من أكثر من سنة أو سنة ونص. يعني كل مشاركاتنا الآن في المعارض الناس تتصل بنا من ليبيا ويطلبوا في عدة عناوين لعدم توفر الكتاب ولعدم قدرة الناس أحيانا حتى عن السفر للمعارض. الوضع الحالي، رغم الوضع الحالي، هل هناك حركة نشر وإصدارات جديدة في ليبيا؟ والله فيه، ولكن بطيئة جدا وقليلة بصراحة. هناك العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبعض الكتاب الليبيين لديهم مخطوطات ويعرضونها علينا، ولكن نتيجة لغلاء الأسعار الآن والظروف السيئة في عملية شحن الكتب وإدخالها إلى ليبيا أو الخروج بها من ليبيا عملية صعبة جدا. فحتى كل الناس التي تطلب منا نشر الكتب وإلا تطلب من دور النشر الليبية لطباعة كتبها نقول لهم دائما تريثوا نوعا ما، ربما القادم أحسن، وربما في الشهور القادمة تكون الأمور جيدة تستقر الدولة وتستقر البلد، ونقوم بإعادة وبث الروح من جديد في النشر وفي تشجيع الكتاب على الكتابة والمبدعين أيضا. مشاركاتكم الخارجية في معارض الكتاب مثل ما نحن الآن في معرض الكتاب في تونس، هل هناك تسهيلات لكم أم عراقيل؟ والله بصراحة توجد عراقيل، لا توجد التسهيلات للأسف. مشاركاتنا والله دائما نحب أن نكون متواجدين في كافة المحافل الدولية والمحافل العربية بالذات. نتمنى الحضور دائما لكل المعارض، نشارك. لا تفوتنا دورة في معرض الجزائر إلا وكنا من ضمن المشاركين. معرض تونس الآن بصراحة مع الظروف الأمنية السيئة المشاركة ضعيفة بأمانة، يعني لأن الإصدارات الموجودة ضعيفة. لم نستطع يعني الخروج بكتاب واحد من ليبيا. هذه بعض الكتب التي كانت في مصر. لماذا لم تشحن يعني بالطائرة؟ بالطائرة للأسف الشديد. إدارة المعرض تقول والمخلصين الجمركيين يقولوا أن لا نستقبل كتب إلا عن طريق مطار تونس قرطاج، ونحن تعرفون أن طائرات لا توجد رحلات مع مطار تونس. لا توجد رحلات بالنسبة لطائراتنا. الطائرات الليبية لا تأتي إلا للمنستير أو صفاقس. هذا نوع من العراقيل. كنا نحب أنهم يسهلوا لنا أو يعملوا لنا حتى استثناء لدخول الكتاب الليبي. لا يوجد تفهم للوضع الليبي، الاستثناء الليبي؟ والله أبلغنا لإدارة المعرض بصعوبة. ليس تونس فقط، المنطقة بشكل عام، المعارض الأخرى يعني. المعارض الأخرى طبعا. الجزائر كانت هناك رحلة أسبوعية للجزائر وقمنا بشحن كتبنا، وكانت مشاركتنا جيدا، وتلهف القارئ الجزائري على الكتاب الليبي بشكل يمكن ما لم نرجع حتى كتب يكون فضلت كرتونة أو كرتونتين. بالنسبة لمعرض مصر هناك بطرق صعبة شوية شحن من ليبيا أيضا، سواء عن طريق البحر أو عن طريق البر. باقي المعارض بصراحة في دول الخليج لا نستطيع، أولا لصعوبة الحصول على التأشيرة، وثانيا لصعوبة الشحن والتنقل. كنا شاركنا في سنة 2014 في معرض عمان الدولي، معرض مسقط. شاركنا أيضا في معرض أربيل، ولكن نقوم بشحن كتبنا عن طريق مصر، معرض أربيل. وهذه السنة سنشارك، لدينا شباب من اتحاد الناشرين متواجدين الآن يستعدوا للسفر لأربيل، وقمنا بشحن الكتب الاتحاد الناشرين الليبيين، شحناها من مصر. غيرها لا توجد تلك المشاركات. جميل. كاتحاد للناشرين في ليبيا، ما هو دوركم يعني إحياء دورة نشر الكتب، هذه الدورة الثقافية من جديد يعني؟ والله شوف، بالنسبة للأسف مثل ما سبق وأن قلت أن وزاراتنا للأسف الشديد
بعيدة كل البعد عن المجال الثقافي. ليست أولوية اليوم. لا، في آخر سلم اهتماماتها المجال الثقافي هذا إن وجد اهتمام أصلا. لا يقوم بتشجيعنا. كل هذا نعمل فيه بمجهوداتنا الذاتية وبتكاتفنا مع بعضنا إحنا الناشرين الليبيين، كل بمجهود ذاتي ومن قوت عيالنا، وأن نشارك في المعارض كل بمجهود ذاتي ومجهودات فردية لا أكثر ولا أقل. أستاذ يوسف خشيم الكاتب والروائي الليبي، أهلا بك. كيف هو وضع الكتاب في ليبيا اليوم؟ يعني مع انقسام سياسي، توتر أمني، كيف هو وضعكم ككتاب؟ شكرا على إتاحة هذه الفرصة وإجراء هذا اللقاء. وضع الكتاب في ليبيا والحمد لله ربما يكون من أحسن الأوضاع التي تمر بها ليبيا الآن، لأن الحرية مكفولة لأي كاتب يكتب كما يشاء ويريد ويتمنى. لا رقابة على كتابات أي كاتب الآن، يطبع في أي مطبعة، يطبع في الخارج ويستورد كتبه كما يشاء، لا حسيب ولا رقيب إلا ضميره وقلبه وما يمليه عليه واجبه تجاه الوطن. الكتاب الآن يمرون كما قلت لك بمرحلة حرية عارمة تكاد تخرج عن المألوف رغم الوضع السياسي. نعم. الانقسام. يعني أنا لا أجد صحفي في ليبيا مثلا يقول لي أني أمارس حريتي الكاملة. نعم. أنت ككاتب ممكن تمارس حريتك كاملة في ليبيا؟ جدا جدا جدا. أكتب ما أشاء واستطيع أن أكتب الآن وأنشر ما أشاء، سواء عن طريق الفيس واللي قراء والكتاب كلهم قراء، أو عن طريق الصحافة في أي مجلة أو صحيفة تصدر في ليبيا أو خارج ليبيا يستطيع أن ينشر فيها، ولا أحد يقول تكتب ما تشاء، ولكن قد تدفع الثمن. ربما إذا كان تطرف الكاتب في كتاباته، نفرض جنح مش أغضب جنح بآرائه الدينية مثلا، له من يعارضه ويقول لها لا ستوب هنا لا، وخاصة إذا كان أفكاره السياسية. لا، أفكاره السياسية حر كما يشاء، يجنح كما يشاء، يقول ما يشاء، يكتب ما يشاء، وهذا ناتج عن تجربة وليست عن قولك. كل الكتاب أحرار فيما يكتبون. طيب ما وضع الكتاب الآن؟ هناك إقبال على الكتاب؟ يعني الكتاب في ليبيا أولوية من أولويات المواطنين؟ للأسف لا، لأن الوضع الآن تأزم كثير جدا سياسيا واقتصاديا، ولا يخفى على أحد الوضع الليبي الآن إذا لم تنقذ ليبيا نفسها وينقذ الوطن نفسه فإنها ربما تسير إلى ومن هنا السؤال يعني أستاذ نعم. يوسف، هل تفاعل الكتاب الليبيون والكتاب الليبي مع خصوصية الوضع الحالي أم لا؟ فيه اللي تفاعل واستطاع أن هو يكتب، وفيه الذي لم يكتب ليس خوفا ولكن لم يجد وقتا للكتابة، هموم أخرى أخذتهم عن الكتابة وحتى عن القراءة. ولكن أغلبية المهتمين بالكتابة وبالقراءة بالذات لا زال همهم الكتاب، يقتنون الكتب بدليل هذه المكتبة الموجودة هنا في معرض تونس الدولي، لاقت الأمرين بحيث أنها أوصلت الكتاب الليبي أو بعضا من الكتاب الليبي لمعرض تونس الدولي، مع الحصار اللي موجود على الطائرات، مع الهموم التي يلاقيها صاحب هذه المكتبة ورئيس الناشرين الليبيين، هموم كثيرة جدا جدا، ولكنه كان ولا زال يصرف من جيبه بحيث أنه يوصل. ماذا يقول الليبيون؟ المكاتب. نعم. المكتبات مفتوحة. المكتبات بالنسبة للمكتبات هناك إقبال عليها. بالنسبة للمكتبات مفتوحة، ولم ألاحظ أو لم ألحظ أي مكتبة قفلت أو أقفلت أو أبدلت بمواد غذائية أو بمطعم سندوتشات، كلها لا زالت تباشر أعمالها ولها رواد، ولو لم تكن تبيع الكتب لما فتحت أبوابها. هل تعتقد أنه مع استقرار الوضع السياسي نوعا ما في ليبيا ممكن تصبح الثقافة والكتاب أولوية لدى حكام ليبيا؟
سيدي ليست كتاب فقط لها أولوية عند الشباب الحاضر. المسرح له أولوية، ندوات الشعر لها أولوية. كل يوم تولد منظمة جديدة في ليبيا لاحتواء الشعراء والأدباء والكتاب لغاية ليلة البارح كانت في مسرحية تعرض في طرابلس، ومسرحيات تعرض في مصراتة، واحتفال بيوم المسرح في بنغازي، وكان في طبرق. كله عرض المسرحيات احتفالا واحتفاء بيوم المسرح. الحراك الثقافي موجود ولم يمت. كان في وقت الثورة كانت المطابع في مصراتة تطبع، لأنها المكان الوحيد الذي تضرر في ذلك الوقت تحت القصف. يوجد كتاب هنا لصديقي الأستاذ بقاسم عبد العاطي، كان طبع في مطبعة مصراتة، وكان البارود والقصف على رأسه وعلى رأس المطبعة. وخرج أول كتاب له وهو جماهيرية جهنم والله حاجة هيك، نسيت العنوان. نعم. فالحراك الثقافي موجود والآن في حالة نمو. أنا لاحظ حتى في الشباب الجديد هذين الشباب الجديد عندهم ذوق وعندهم شغف لاقتناء الكتاب والولوج المسرح والانضمام إلى المؤسسات الأهلية، وهذا شيء يبشر بخير والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من المغاربي. نلقاكم الأسبوع القادم. لكم مني أنا علاء الدين زعتور أطيب المنى، إلى اللقاء.